السلام عليكم. البحرية الإيرانية تصد هجوما على سفينة في البحر الأحمر. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. صدت القوات البحرية الإيرانية هجوما على سفينة إيرانية في البحر الأحمر مساء أمس وفق ما أفاد به مسؤولين عسكريين إيرانيين. وقال الأميرال مصطفى تاج الدين نائب قائد العمليات في البحرية إن فريق المواكبة للقوات البحرية تحت قيادة المدمرة جمران وصل فورا إلى المكان ليلة أمس بعد تلقيه نداء استغاثة من سفينة إيرانية في البحر الأحمر، وتواجه مع الزوارق المهاجمة. وقال تاج الدين في تصريحات للتلفزيون الرسمي: مع الحضور الفاعل لفريق المواكبة والتبادلات القوية بين الجانبين لاذ الزوارق بالفرار، ولم يقدم المسؤول العسكري تفاصيل إضافية بشأن السفينة المستهدفة أو الجهات الذي يشتبه بوقوفها خلف الهجوم. وكانت البحرية الإيرانية قد أعلنت في نوفمبر تشرين الثاني 2021 إحباط محاولة قرصنة ناقلة نفط في خليج عدن، أتى ذلك بعد نحو أسبوعين من إعلانها التصدي كذلك لمحاولة قرصنة استهداف ناقلتين أخريتين في خليج عدن. يذكر أن إيران عززت حضور قواتها البحرية في الخليج امتدادا إلى خليج عدن على خلفية سلسلة من الهجمات القرصنية التي شهدتها بين العامين 2000 و2011، حيث تعتمد بشكل كبير على حركة الملاحة عبر قناة السويس والبحر الأحمر. وتنفذ البحرية الإيرانية دوريات مراقبة منذ عام 2008 في هذه المنطقة لحماية ناقلات النفط وسفن الشحن التابعة لها أو لدول صديقة. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذا النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.